مساء الخير، انا المرشده السياحيه ودي قناه هيستوري ستوري. اول مره تشوفنا متنساش تعمل لايك سبسكرايب في القناه، ولو في حاجه انت عايزه نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. والنهارده قصه فيلم نادر جدا، والفيلم هو حبايب كتير. تم عرضه المره الاولى يوم 6 نوفمبر 1950. مده عرضه 115 دقيقه، والفيلم من اخراج كمال عطيه وتأليف عبد العزيز سلام. أما عن طاقم العمل: رجاء عبده، كمال الشناوي، ماجدة، إسماعيل ياسين، فريد شوقي، عبد العزيز أحمد، فتحية شاهين، محمود لطفي، سوريا فخري، حسن كامل، إبراهيم فوزي، عبد الحميد زكي. القصة بتقول إن كان في مطربة في أحد الصالات والمقاهي الليلية بتغني، كانت مشهورة إلى حد كبير. كان عندها أخ واحد بس، أخوها ده دمرها نفسيا وماليا بسبب كمية القمار اللي بيلعبها، فحطها في كمية ديون كبيرة جدا. وفي الآخر عمل لها مصيبة أكبر، إنه طبعا معرفش يتخلص من الديون، وصاحب الصالة قال له الحل الوحيد إن أنا أتجوز أختك، وهو وافق على طول. ويجمع الاتنين قدام بعض وقال لها ان الحل الوحيد ان انت تتجوزي صاحب الصالة، علشان انا ما قداميش حل من الاتنين، يا اما هتسجن يا اما صاحب الصالة ممكن يقتلني عشان كمية الديون اللي عليا، وانت ما يرضلكيش اخوك يجراله ده كله، ولازم تقفي جنبي ومش عارفة ايه. وقعد بقى ايه، قصة حزينة طويلة كده، يوسف وهبي وامينة رزق كده. المهم دارت الاحداث ما بينهم كتير قوي، فقررت ان هي ترفض الجوازة دي. في احد المرات وهي بتفكر في هذه الحل ومش لاقيه لها حل، بعد ما رفضت الجوازة قابلت واحد صدفة وحبته حب العبادة. اول ما طلب منها ان هو يتجوزها رفضت، وحكت له قصتها، وان هي في صراع كبير قوي ما بين اخوها وما بين صاحب الصالة وما بين حياتها اللي هي فيه. واكتشفت كمان ان اخوها سرق كل الذهب بتاعها، وخد كمان كل الفلوس اللي في البنك، يعني خلاها على البلاطة بمعنى الكلمة. هي افتكرت ان الراجل اللي هي اعجبت بيه ده وحبته وطلب منها الجواز انه فقير قوي، فاعترفت له بكل حاجة وقالت ان هو ما ينفعش تتجوزه. اعترف لها بعد ما هو اتأكد ان هي كويسة جدا، ويعني اتأكد من حسن نيتها وسلوكها وكده. اعترف لها ان هو غني قوي، وحللها المشكلة ب3 شيكات، وكتب كل الفلوس اللي على اخوها وخلصها من اللي هي فيه. فكل المشكلة في دي كلها الفلوس. صاحب الصالة مرضيش، لانه عمل ده كله علشان يتجوزها، حب ان هو يوقعها تاني، فما لقاش حد يقفله غير الراجل اللي هي حبته ده. وفعلا وقفله وعالج اخوها من كمية الحاجات اللي هو كان بيعملها، وخلاه كويس وجابله شغل، والحياة انتهت سعيدة جدا. والفيلم انتهى نهاية سعيدة جدا، ولكن حزينة على صاحب الصالة. ولكن مش مشكلة صاحب الصالة، اهم حاجة البطلة تكون عايشة في سلام وامان، وده اللي المخرج طبعا كان عايزه، والمؤلف كان عاوز كده ان هو يكتب القصة ان هي القصة تنتهي سعيدة. انا مش عارفة انا بقول ايه. اخر الحتة دي ممكن تمسحوها. فشكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، وانا كنت بهزر معاكم ان المخرج طبعا كده. في قصص كتيرة جدا في الدنيا بتنتهي نهاية مأساوية، وفي بتنتهي نهاية سعيدة، فربنا يجعل نهايتنا سعيدة احنا وانتم يا قادر يا كريم، ولا يجعلنا نهايات مأساوية ابدا. فشكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبك. ولو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة. صدقني مش هتخسر حاجة، كل اللي انت هتعمله ان انت هتساعدنا ان قناتنا تكبر وتوصل لعدد كبير من الناس. ولو بتحب قصص حياة الفنانين خش على اللينك اللي موجود في البايو، قناة هيستوري هاوس، وصدقني هتعجبك قوي. ولو عجبتك برضو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب فيها. فسلام عليكم.